السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله النهاردة هنشرح مع بعض الدرس الثاني في منهج الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني. الدرس الثاني عنوانه إيه؟ A visit to the village، يعني زيارة للقرية. أول كلمة عندنا هنا طقس. طقس يعني حالة الجو في مدة زمنية قصيرة، مثلا لو في يوم مثلا، فده اسمه طقس، فنقول عليه إيه؟ weather. TH صوتها ذ، TH صوتها ذ، فنقول weather weather weather. طريق أو ممر صوت TH هنا هيكون ث، فنقول path path. TH نطلع لساننا في TH لما تتنطق ث أو ذا، بالذات الث عشان نفرقها ما بين الاس، يعني نفرقها عن حرف الاس، فنقول عليه ايه؟ bath path. غابة يعني forest forest forest. ودود friendly friendly. نيجي لكلمة بائع seller 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 seller. مسافر هنحط كلمة travel، احنا عارفين travel يعني يسافر، فأنا هحط لها بس er، فهقول traveler traveler traveler. نقي أو عذب، يعني مثلا لما يكون عندي ماء نقي أو ماء عذب أقول عليه إيه؟ أقول عليه fresh fresh fresh. راحة يعني rest rest rest. متحمس excited excited. وممكن هنا التي دي أنطقها دي خفيفة، ليه؟ عشان هي واقعة ما بين حرفين متحركين، فالتي لما تكون واقعة ما بين حرفين متحركين بخلي صوت التي زي دي خفيفة، فأقول excited أو excited. دي صح ودي صح، excited أو excited. طب عندي كلمة صافي، لما حاجة تبقى صافية زي السما زي مية مثلا أقول عليها إيه؟ أقول عليها clear clear clear. نيجي لتصريف الأفعال. اتفقنا المرة اللي فاتت إن إحنا عندنا أفعال منتظمة وعندنا أفعال شاذة. الأفعال المنتظمة اللي هي بنضيف لها ed أو ied أو دي بس. أما الأفعال irregular دي بحفظها زي ما هي. نيجي بقى الأول فعل هنا هشام smell 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 smelled smelled smelled. دي بقى اسمها ايه؟ notice notice. بس هنلاقي ان التي برضو بتتنطق دي خفيفة لان هي ما بين متحركين، فنقول عليها notice notice. طب الماضي بتاعها الاي دي هنطقها تي، فاقول noticed او noticed. طب نيجي هنا يغني يعني sing، الماضي بتاعها sang. يخبر tell، الماضي بتاعها told. باي بوت زي كاتش كوت اللي خدناها في الترم الأولاني، فدي باي بوت. وزي think so اللي هي يعتقد. يلتقط صور take photos take photos. نيجي الكلمة معظمنا بيقولها غلط اللي هي بجانب. بجانب يعني beside beside. في كلمة بنقولها غلط، يعني الجزء ده بنقوله غلط، الاولاني ده بنطول في الاي. لا، الاي هنا مش طويله، الاي صوتها هيكون كده. لو كتبت الكلمه على القاموس هيطلع لي الشورت اي، يعني هنا في صوت اي، صوت اي قصير ايه، فاقول beside 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 the river، بجوار او بجانب النهر. بعيد عن far from far from. مقارنة به يعني لما اقارن حاجة بحاجة compared to compared to compared to. تعالوا نحل الكويز الصغير ده. هنا بيقول لي the is sunny today. ايه هو اللي مشمس النهارده؟ the weather the weather. طب رقم 2، احمد نقط the colorful flowers. تفتكر احمد بيعمل ايه في الفلاورز؟ اكيد smelled يعني بيشمها. رقم 3، they went to، هم راحوا. went دي ماضي go الماضي بتاعها went، خدناه الترم الاولاني. go to راحوا فين؟ and bought fresh fruit، اشتروا fresh fruit، فاكيد راحوا الماركت، هيجيبوا الفريش فروت من الماركت. رقم 4 بيقول لي I like the village، أنا بحب القرية because it is إنها تكون إيه؟ quiet هادية and clear وصافية. رقم 5 you look very tired، أنت تبدو متعب جدا. you need some، أنت بتحتاج بعض إيه؟ بعض الراحة. some rest some rest. we enjoyed the air along the river، احنا استمتعنا بايه؟ اكيد بالفريش اير. فريش اير يعني هواء نقي. فريش اير فريش اير. رقم 7 هنا بيقول لي people always help others، الناس اللي بيساعدوا الناس التانية بنقول عليهم ايه؟
friendly. A day in the village يعني يوم في القرية. هنا بيقول لي هنا last weekend يعني الأجازة اللي فاتت. معنى كده إن أنا كلامي كله في الماضي البسيط، حاجة حصلت في الماضي وخلصت. أحمد and عمر visited a small village near the city. يعني أحمد وعمر زاروا قرية صغيرة جنب المدينة. The weather was sunny. يعني الجو كان مشمس. was دي ماضي is الجو كان مشمس. They were excited. هم كانوا متحمسين. They walked beside the river. هم مشيوا جنب النهر. And noticed how clean and fresh the air was. خدوا بالهم ان الجو فريش بقى وكده ايه ونضيف. Compared to the busy city. لو قارنا الجو في الريف هنلاقي ان الهواء بيكون فريش ونضيف عن المدينة. عمر took photos. عمر خد صور لإيه بقى of houses, trees and the clear water. يعني خد صور للأشجار والبيوت والمية الصافية. أحمد smelled the colorful flowers. أحمد فضل يشم في الزهور المتلونة beside the path اللي جنب الطريق. Not far from the village. الحاجات دي ما كانتش بعيدة عن القرية. They saw a small forest with tall trees and many birds. هم شافوا كان في غابة كده صغيرة وفيها أشجار. الأشجار دي طويلة وفيها طيور كتيرة. A farmer told them a story about an oasis. كان في فلاح قال لهم أنا هقول لكم قصة عن إيه بقى؟ قال لهم قصة عن واحة in the desert في الصحراء where travelers could find water and rest. قال لهم انا هقول لكم بقى على واحة مكان كده في الصحراء زي ما خدنا المرة اللي فاتت ان الواحة مكان في الصحراء بيكون فيه مية وبيكون فيه اماكن خضرة فبيكون صالح للحياة في الديزرت في الصحراء. فهقول لكم على مكان هتقدروا تلاقوا فيه المية والراحة. In the afternoon they went to the market. في الظهر راحوا الماركت and bought fresh fruit. اشتروا الفواكه الطازجة such as the apples, oranges and bananas. تفاح وبرتقال وموز. The sellers were friendly and told them stories about village life. يعني كان البياعين هناك ودودين وقالوا لهم قصص عن حياة القرية. أحمد and عمر enjoyed the quiet streets. فرحوا بالشوارع الهادية دي. listened to birds singing. فضلوا بقى يسمعوا في أغاني الطيور and learned many new things about the people who live there. عرفوا حاجات كتير عن الناس اللي عايشين هناك. هنا عندي سؤالين عشان نشوفك فاهم ولا لا. Where did أحمد and عمر walk؟ مشيوا فين؟ walk beside the river. مشيوا جنب النهر. What did أحمد and عمر buy from the market؟ اللي اشتراه أحمد وعمر. They went to the market and bought. اشتروا fresh fruit such as زي such as دي يعني مثل apples, oranges and bananas. دي الحاجات اللي هم اشتروها. كده نكون خلصنا الشرح بتاع الجزء ده. المرة الجاية ان شاء الله هنشرح زمن الماضي البسيط في فيديو منفصل هنشرحه ان شاء الله بالتفصيل وهنحل عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.